يسعدنا اليوم أن نلتقي بمعالي النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج لدورتين متتاليتين، وأنشط نائبة مصرية تدافع عن حقوق المصريين بالخارج بمنتهى القوة والوطنية. أهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيكي وشكرا على المقدمه الجميله دي. ده أقل ما حضرتك تستحقي. طبعا احنا أصلا على تواصل مستمر دايما في كل المواقف الوطنية وكل المشكلات الخاصة بالجالية المصرية في كل الأماكن، وحضرتك دايما متصدية بقوة لكل حق للمصري في الخارج. النهارده على هامش النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج بتنظيم معالي وزيرة الهجرة، حضرتك موجودة للاستماع إلى مطالب المصريين في الخارج. أهم المحاور اللي حضرتك هتتكلمي فيها؟ أول حاجة بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيوصي بالمصريين بالخارج وتحقيق مطالبهم والاهتمام بمطالبهم، وبالتالي أنا من المصريين في الخارج 39 سنة دلوقتي أعتبر موجودة بره، وتاني دورة طبعا ليا. طالبنا بالكثير من طلبات المصريين في الخارج، وكان من أبرز هذه الطلبات سيارة في الخارج، عفش منزل مرة واحدة في العمر، تنسيق ساعدنا فيه كتير بصراحة معالي وزير التعليم العالي، حضرتك فاكرة طبعا، صندوق استثماري بيجمع بين المصريين، الترابط بيننا وبين المصريين، وفتح باب التنسيق بالنسبة المرنة، وان احنا نعلي فيه النسبة اللي موجودة. يعني طلبات هي كتيرة جدا على مضي 6-7 سنين. قدمنا مشاريع قوانين، صندوق الجسامين وصندوق تكافل المصريين بالخارج، حاجات كتير واحنا اشتغلنا على الملفات دي. شكر والتقدير حقيقي من قلبي، وانا معروف عني ان انا لما بشكر بجدية، ولما انقد او اهاجم على غلط بجدية برضو بحق. ليه؟ انا ملف المصريين في الخارج لتاني دورة هو على مسؤوليتي، وبحس ان انا يعني بشتغل والله يعلم الله بحق رب العالمين بادوات رقابيه محدده، ولكني ليست سلطه تنفيذيه. معالي وزيره الهجره الوزيره سهى استمعت لينا وليا كتير جدا جدا جدا، سواء في اللجان، سواء في المجلس، سواء في الوزارة، سواء بمقابلات شخصية بترتيب الملفات وإعطاء أولويات والاستماع إلى الحلول. ولكن كمان المصريين في الخارج لازم يعرفوا إن في موازنات بين المصريين في الداخل والمصريين في الداخل، واحتياجات الخارج والداخل واحتياجات الدولة. لأن إحنا لما بنقعد على دائرة مستديرة مع الوزراء بيلقى لهم ردود أخرى بتعارض بعض الامور للمرحله اللي موجود فيها، فلازم يكون عندنا درجه استيعاب للموقف اللي احنا موجودين فيه، درجه فهم وتقدير للامر. وبصراحه المصريين في الخارج ما بيأثروش ولا هيأثروا، هم الدخل الاول للعمله الصعبه لجمهوريه مصر العربيه، هم شايلين همهم من على البلد، هم بيساعدوا وبيقفوا، وما فيش جاليه بره بتقف ترحب برئيسها بالقوه وبالقلب وبالمحبه اللي احنا بنقوم بيها. الشعب المصري ايا كانت خلافاته، ولكن نيجي لحد مصر وهنلاقي 100 مليون سيسي. ده حقيقي، ده مظبوط. في الخارج بيطالبوا بيها في الفترة الأخيرة وجود وعاء استثماري أو وجود فروع للبنوك المصرية، وجود محفزات مالية. يعني يمكن حضرتك في الفترة الأخيرة الحراك الاقتصادي كمان في مصر في مرحلة اقتصادية صعبة بيمر بها العالم كله. الخطوات الأخيرة اللي حاليا بتسير نحو هذا الأمر. اولا زي ما حضرتك قلتي الفتره الاقتصاديه بيمر بيها العالم كله، ما فيش حد ولا بلد في العالم واتحدى قدرت توصل للبنى والتطوير وان احنا بنخاطر وبنبني بلد لاولادنا في المرحله القصيره دي الا جمهوريه مصر العربيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني امر انا اتحدى بيه اي دوله قدرت انها توصل للمستوى اللي احنا وصلنا له من المشاريع الجباره اللي انا ما بقتش تتعد ولا تحصى، ان احنا نقدر نقارن باي دوله اخرى. ثانيا
بالنسبة لموضوع السندات والشهادات، كل يوم بنسمع تطوير كبير جدا، ولسه في شهادة دولارية بقيمة كبيرة جدا وفايدة كبيرة جدا تقدر ان هي ترضي الكثير من المصريين في الخارج. صندوق المصريين نادينا بيه كتير، الصندوق الاستثماري نادينا بيه كتير، واتمنى بيبقى نظام الاسهم ويكبر ويكتر وهنلاقي فيه ثقه ان شاء الله باذن الله. وبرضو احنا عشان بنحب المصريين اللي في الخارج واحنا منهم وبنحب بلدنا قوي وبنحب رئيسنا قوي، بنتدلل عليه وهو يعني حقنا عليه، وهو مش بيتاخر بالتوصيات. وواثقه ان معالي الوزيره سهى على فكره بنت بلد وجدعه، يعني بجد، يعني انا بقول لها صعيديه جدعه وبنت بلد، بتسمع وقلبها جميل وبتفهم وذكيه وعايزه تعمل. بس لازم الناس تعرف ان كمان في وزراء بيجيبوا ملفات قدامها ويبتدوا ان هم يتناقشوا معاها ويقولوا ايه اللي نقدر نوسطن الامور لحد ما تمشي، لكن احنا مستمرين ان شاء الله. اكتر المطالب اللي حضرتك هترفعيها في الجزء القادم من الاستحقاق البرلماني للمصريين في الخارج؟ أول حاجة إن برضو سأظل أطالب بموضوع سيارة وعفش بيت كامل للمصري مرة واحدة في العمر، تكون فرصته زي دول أخرى اقتصادها أقل مننا، برضو سأظل أطالب بيها. 2، التنسيق بالنسبة للمصريين في الخارج. في ناس بتنزل يا جماعة ما عندهاش شغل تقدر تكمل بيه ولا مصاريف تقدر تخش جامعات خاصة، ومن حقهم انهم يلجأوا لبلادهم، زي فخامة الرئيس ادى اوامره وساعد اوكرانيا الطلبة وساعد السودان الطلبة وساعد هنا، فنتمنى ان هم يحتووهم، وخصوصا اللي بينزلوا نزول نهائي. فنتمنى ان يكون في درجة استيعاب للجامعات الحكومية الغير قادر. في حاجات كتير جميلة اتحققت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين في الخارج تحديدا، حضرتك شايفة ايه اهم مطلب او حلم تم تحقيقه؟ ان المؤتمر قائم، وان المصريين في الخارج بيتكلموا، وان في نواب للمصريين في الخارج، كثافة من الحضور النهارده، ان في 1000 مواطن من الخارج، وجود نواب للمصريين في الخارج، الاهتمام بيهم والاهتمام في الداخل والخارج بيهم. جميل جدا، شكرا لحضرتك وسعداء باللقاء ودايما على تواصل. ربنا يخليك يا رب، وحقيقي برنامج راقي جدا وجميل جدا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في توسع في البرنامج هنا عندنا في القاهرة، من كتر الناس اللي هي بتتواصل ومبسوطة منه قوي 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 وبيتابعوه قوي. فتحية وتقدير للمعدين والمخرجين والمقدمين وكل حاجة.